السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبيبي يا رسول الله، مرحبا بكم في مطبخ أم عائشة. أم عائشة إن شاء الله رايحة اليوم تشارك معكم أكلة نتاع المطاعم وحضرتها في البيت. وهذه الأكلة هي كنتاكي، دجاج كنتاكي، أرز كنتاكي مع الزوج نتاع الصلصات وصلصة الجبن مع صلصة الثوم. بسم الله وعلى بركة الله نشوفوا الوصفات، ونتمنى ان شاء الله تبقاو حتى لاخر فيديو. هنا جبت دجاجة ونصف، دجاجة ونص كما حبيتي، يعني بغيتي تجيبي صدورة تجيبي لي كويس بوحدهم كما حبيتي، المهم يكون اللحم فيه جلدة. هنا كما راكم تشوفوا جبت بعد ما نظفتهم ونشفتهم مليح من الماء نقطعهم بهذا الشكل اللي راكم تشوفوه بالموس باش تدخل فيهم التوابل مليح ويطيبوا مليح. جبت هنا كما راكم تشوفوا صدر نقطعوا شرائح كما حبيتي، صغار على الطول، تحبي تخليهم كما هكا تقسميهم على زوج كما حبيتي. انا قسمتهم بهذا الشكل، قطعتهم بهذا الشكل اللي راكم تشوفوه. جبت وعاء عميق كما راكم تشوفوا، درت فيه 2 مغارف سكر وشويه خل ابيض و3 مغارف ملح، يكون الملح، ونحط الماء باش نرقدهم في هذاك الماء باش تروح كما راكم تعرفوا مليح باش تروح الريحه تاع الدجاج. نحطهم باش يبقاو واحد المده في هذاك الماء. جبت هنا وعاء كذلك اخر، جبت بابريكا، جبت سكنجبير، القزبر اليابس الناشف، كركم، جبت كمون، ثوم يابس وبصل يابس مجفف وشويه حرور الحار وشويه فلفل اسود، ملح بطبيعه الحال. نخلط كاع التوابل مع بعض، نخلطهم مليح، والتوابل بطبيعه الحال تلقاوها في صندوق الوصف. جبت هنا كذلك وعاء حطيت فيه ياغورت طبيعي مع ليمونه واحده وزيت الزيتون، نصف كأس زيت الزيتون. حطيت فيه هذوك النصف تاع التوابل، النصف والنصف الاخر من بعد نقول لكم وين نديروه. نخلط كل هذوك المقادير كما راكم تشوفوا مليح بمضرب. نحط هذاك الدجاج بعد ما نحيته من داك الماء ونشفته مليح من الماء، نخلطه مليح ونخليه يبات. بغيتي ديريه الصباح وتخليه عشيه، المهم يبقى مده في الثلاجه. ديريه في الليل حطيه للصباح، ولا المهم مده يبقى. هنا كما راكم تشوفوا جبت الكوكوطه، درت فيها شويه زيت وبصله مرحيه مليح ونحيت منها الماء، نقليها مليح في هذاك الزيت، وحطيت شويه ثوم مدقوق مع الملح، دقيته مع الملح، نقلي كل مع بعض نقليهم. جبت هنايا 2 كيسان كبار أرز بعد ما غسلته مليح وصفيته من الماء، يتصفى الرز من الماء، قليته كذلك مع داك البصل والثوم. جبت هنا الكاس اللي كيلت به الأرز، يعني كاس بمقدارين تاع الماء، 2 كاس تاع رز بكيس 2 كيسان تاع ماء. جبت هنا نصف ملعقه كبيره نتاع الجويه الهريسه الحاره. جبت كذلك 2 مغارف تاع صويا صوص، يعني ما نقولكمش هذا الرز نتمنى تجربوه، يعني قمه في المذاق. هنا كذلك ما راكم تشوفوا جبت 2 مغارف نتاع باربيكيو صوص، ونخلطهم مليح في هذاك الرز. نغطي عليه ونخليه كي يطبخ، نقص عليه النار ونخليه 7 دقائق فقط. شوفوا كيفاش جا، نحي عليه الغطاء، نحل عليه معناه
ونحركو. شوفوا كيفاش جا، يعني روعه روعه، قمه قلت لكم في المذاق، بنين بنين. كما قلت لكم هاد الوجبه ولا هاد الاكله تاع مطاعم وحبيت نشاركها معكم. نجمي ديريها لولادك في الدار، يعني كل شيء بسيط، كل شيء سهل، ما كانش حاجه ديريها في الدار خير. شوفوا كيفاش جا، روعه روعه روعه. بعد ما كملنا الارز نجو لتحضير الثوميه نتاع المطاعم. جبت هنا كاسرونه، حطيت فيها كاس تاع ماء، 2 مغارف تاع لحظه حليب غبره، ومغرف وحده تاع دقيق ابيض فرينه، وخلطهم على البارد كما راكم تشوفوا. راهم على النار حتى نتحصلوا على القوام المطلوب، هكذاك تكون خفيفه ماشي ثقيله بزاف، فقط هذا مكان. نحيدوها على النار ونجيبو نصف ليمونه واحده، عصير نصف ليمونه واحده عفوا. ونزيد الثوم، انا كثرت فيها الثوم، عائشه بنتي تبغي الثوم بزاف، ما تكثروش، ديروا سنه واحده فقط نتوما، ما تكثروش الثوم. ودرت ايضا ملعقه واحده تاع خل ابيض، ونخلط المقادير. بطبيعه الحال ضفت شويه ملح، ونخلط الكل مع بعض كما راكم تشوفوا. يعني حاجه بسيطه، الثوميه نتاع المطاعم حاجه بسيطه تحضريها في الدار على يديك وعلى عينيك، تحضريها في المنزل. هنا نجيب البرا ميكسور ونضربها مليح حتى تذوب هذيك الثوم اللي درتها. نضربها مليح مليح بالبرا ميكسور كما راكم تشوفوا، يعني كل شيء راه واضح. هذا مكان. ونجيب قليل من الزيت، حساب 1-2 مغارف تاع زيت ولا 3 تحطيهم من تالي. هذا مكان وانتهت القصة. هذا مكان. هذه هي، انتهينا من تحضير الثومية، وتكون بهذا القوام اللي راكم تشوفوه، بهذا القوام، ما تكونش عقده بزاف. هنا نجو لصلصة الجبن، تحضير صلصة الجبن. جبت نصف كاس حليب، طبيعة الحال في إناء وراهي النار فوق النار، الكاسرونة راهي على النار. جبت كاس ماء، قلنا نصف كاس حليب، وجبت جبن الشيدر. جبن الشيدر كما حبيتي، شحال بغيتي ديري. انا هذا شحال درت وحده، باكيه وحده تاع الشيدر، ونخليها تذوب على النار، على نار قليله. جبت هنا ملعقه تاع فرينه نحطها فيها، والملح ما نديروش، الجبن مالح، ونخلطها. بطبيعه الحال كي راه قلت لي حما هذاك الحليب راه يذوب الفرomاج، الجبن يذوب تجي صلصه ما نقولكمش. ها هي كيفاش جات. يبقى شويه من تالي نضربوه بالميكسور. هنا راهي طابت لاصوص صلصه، نضربوها قلت لكم بالبرا ميكسور، ما نقولكمش على المذاق نتاعها. روعه روعه روعه. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد لاصوص، يعني قمه في المذاق. هنا جبت شويه كركم، يعني على اللون فقط، ما حبيتيش ديري ما ديريش، اللون فقط باش يعطيها لون فقط، يعني اختياري، الذوق، مساله ذوق. هذه تخلطيه فقط. هذا مكان صلصه نتاع الجبن حضرتيها في الدار، وهذه هي تخلطيها مليح مليح حتى يذوب هذاك الكركم. هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه، القوام اللي تحصلنا عليه، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. هنا نجو لتحضير السلطه درنا فيها هنا شويه نتاع ملفوف احمر عفوا مقطع صغير الى قطع صغيره، وكذلك ملفوف اخضر، شويه كرفس كما راكم تشوفوا. ما نقولكمش على هذه السلطه مغذيه ولذيذه في نفس الوقت. جبت ربطه نتاع معدنوس، نحيت غير الاوراق نتاعها،
السيقان هذوك ما درتهمش. جبت كذلك شويه نتاع سلطه مقطعه كما راكم تشوفوا قطع صغيره، والتفاح مقطع بهذا الشكل. يعني كنت بدلت الاناء، كان صغير درت اناء اخر وخلطته. الصلصه نتاع هذه السلطه دوك نخليها لكم في صندوق الوصف. وفي الحقيقه انا كنت بغيت ندير السلطه تاع كولسلو، السلطه الامريكيه، حتى درت هذه، يعني درت هذه. هنا جبت كما راكم تشوفوا الطبق اللي نحط فيه، جبت اوراق السلطه للتزيين حطيتها في الوسط. هنا درتها مثل الكومه، يعني طالعه كي الجبل فقط. سهله وبسيطه في التحضير، سهله جدا في التحضير. هنا كما راكم تشوفوا كي كملتها جبت هنا حسب الذوق حبات نتاع الجوز وزينت. هذا ما كان كما حبيتي، يعني التزيين على حسب الرغبه نتاعك فقط. هذه هي، هذا ما فيها، يعني روعه روعه روعه. هنا نجول تحضير الدجاج نتاعنا. جبت اناء ودرت فيه قليل من فرينه، مقدار تاع فرينه ومقدار تاع مايزينا نشا، ونزيد نحط هذيك التوابل اللي خليتها. نخلط النواشف مع بعض كامل كما راكم تشوفوا، نبدا بالدجاج بالقطع اللي فيها العظم، نحطها في هذاك الدقيق ونضغط عليها مليح مليح باش تدخل هذيك المايزينا مع الفرينه في الدجاج. نقلبها عده مرات ونضغط عليها مليح مليح كما راكم تشوفوا. الصوره راهي تعبر عن نفسها. ونحطو في الزيت يكون حامي مسبقا، حامي. نبداو قلنا بالقطع اللي فيهم العظم، نكملوهم كاع ونقصوا النار ونخلوه من 10 دقائق الى 12 دقيقه، ونغطوه عليه بطبيعه الحال. نخلوه قلت لكم من 10 دقائق ل 12 دقيقه، بالتقليب يعني من حين لاخر تقلبي. ما نقول لكمش هذا الدجاج جا روعه روعه، ونتمنى ان شاء الله تجربوه. جا الزبده والمايزينا كما قلت لكم، ما تخليش الزيت ولا الدجاج يشرب بزاف الزيت، ما تخليش كاع فيه الزيت. ونحطوه كي يطيب نحطوه على ورق المطبخ. الصدر نطيبوه كذلك في الزيت، نديرو نفس الطريقه، يطيب من 5 دقائق الى 7 دقائق فقط. نجو لطاوله التقديم. هنا حطينا هذاك المكتوب على الطاوله كما راكم تشوفوا. السلطه روعه روعه، السلطه ما نقول لكمش على السلطه، قمه في المذاق. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله، الله يبارك. كل شيء جا روعه روعه، توب توب. ونتمنى ان شاء الله الفيديو راه عجبكم وتردوا عليا في التعليقات، يعني الوصفات راهي عجباتكم. هنا نحط شويه ولا قليل من الارز في طبق مع الدجاج باش نوري لكم كيفاش جا الرز. جا روعه روعه، قمه في المذاق ما شاء الله. هنا نقطع لكم شويه او قليل من هذاك الدجاج باش نوري لكم كيفاش جا. ما شاء الله، جا روعه روعه روعه. ونتمنى ان شاء الله نتلاقاو في فيديو مع خير وفي وصفات أخرى. نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.